ايه الفرق بين الفيوسيدين والفيوسوكورت؟ والاتنين كريمات مضاد حيوي. طبعا اللي استخدم مننا الفيوسيدين ساعات بيلاقي في العبوه كده من تحت خط احمر او خط برتقالي او خطين احمر واسود او خط احمر واصفر كده. الفيوسيدين اللي عندنا منه 3 انواع، والنوع الرابع اسمه فيوسوكورت، والعبوه بتاعته بتشبه عبوات الفيوسيدين مع اختلاف لون الخط. ايه الفرق بينهم؟ اول حاجه الفيوسيدين اللي عليه خط احمر وهو كريم خفيف غير لزج سريع الامتصاص، عشان كده بيستخدم في الحالات اللي محتاجه امتصاص سريع. بيستخدم لعلاج الجروح والحروق والتهاب الجلد والدمامل وحب الشباب والحصف والجروح بعد الخياطة، ولازم ما نستخدمهوش لفترات طويلة عشان ممكن يسبب مقاومة للبكتيريا. أما البرتقالي فهو مرهم بنفس استخدامات الأحمر، إلا إنه بيستخدم للوجه وللبشرة الجافة لأنه أكتر دهنية من الأحمر وبيكون طبقة لزجة على الجلد، عشان كده بيستخدم في الحالات اللي بتحتاج امتصاص بطيء، وده لأنه لزج والامتصاص بتاعه بطيء بفضل تركيبته الدهنيه. اما الفيوسيدين احمر في اسود بيكون مضاد حيوي زائد كورتيزون خفيف، وحلو قوي لتسلخات الحفاضه عند الاطفال والالتهابات الشديده والصدفيه والاكزيما والذئبه الحمراء والحزاز، وده مرض جلدي شبه الاكزيما بيكون فيه الجلد مائل للون البنفسجي. والمجموعه الجميله دي ضفنا عليها نوع رابع وهو الفيوسيكورت اللي علبته زيهم بالظبط، بس الخطين بتوعه احمر واصفر، وده مختلف في التركيبه والتكوين عنهم لانه مضاد حيوي زائد كورتيزون قوي. وطبعا ما ينفعش في فتره الحمل الا باستشاره الطبيب، وبرده مش مرجح للاطفال ولا على الوجه ولا المناطق الحساسه. بيستخدم في الالتهابات الشديده نتيجه الاصابه بالجراثيم والاكزيما والقشور في الجلد والراس والاكزيما الموضعيه اسفل الساق والذئبه الحمراء ولسعات النحل والحشرات والحزاز والحروق الناتجة عن أشعة الشمس. وكمان بيستخدم في حالات التهابات الجلد المزمنة القوية، وبيعالج الإحمرار وتهيج الجلد في المناطق المصابة.